بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم قناة وديع نيوز للأخبار. كما كتشوفوا في هذه الصور اللي مرفقة في هذا الفيديو، هذا السيد راه كان وزير سابق في بلدية بقي بن صالح، وتم إيداعه السجن الخميس والأربعاء، ووحدين أخرين معاه لسبب لأنه حقق مع قاعدة التحقيق بتهم خطيرة، منها تبذير المال العام واستغلال النفوذ والغدر وتزوير شواهد طبية. المهم بزاف المسائل اللي تفوت بحقه. السي محمد الغنوسي المكلف بالمال العام حبذ هذه الفكرة واعتبرها بأنها خطوة أساسية وإيجابية لانتزاع كاع الفاسدين وانتزاع الفساد المالي من هذه البلاد، لأن فلوس كثيرة كتهدر، فلوس كثيرة والناس كيموتوا بالجوع. هذه الفكرة راه إيجابية كما قال السي محمد الغنوسي، ونتمنى خطوة ثانية لباقي